الفضاء الأثري لقصبة لودايا اليوم الخميس مجموعة إيجيبشن بروجيكت في إطار الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لودايا. الفرقة كونت طبعا إيجيبشن بروجيكت كونت منذ 4 سنوات، كونها جيروم أتانجي اللي هو الفرنساوي اللي معانا، ومعانا بتاع درامر اسمه توني، ومعانا سيد إمام بيعزف كولة وبيغني وبيكتب كلام وبيلحن برضه، وسلامة متولي بيغني في الكرور وبيعزف ربابة وكمانجا، وانا رجب بعزف جميع الايقاعات. الفرقة كونت منذ 4 سنوات، كونها جيروم انا اعرفه طبعا من حوالي 20 سنة. والميزة في جيروم اللي هو بيعزف على آلة الأرغول، ودي آلة مصرية ما فيش حد بيعزف عليها طبعا في العالم أجنبي، اللي هو جيروم اللي حبها من عازف اسمه مصطفى عبد العزيز، وتعلم الآلة وعلم نفسه بعد كده وبيعزف عليها، فجي كون فرقة إيجيبشن بروجيكت. اشتغلنا بيها ولفينا طبعا بنلف العالم دلوقتي الحمد لله، ومن حوالي شهر كانوا هم في مصر الفرنساويين بيعرضوا معانا في القلعة في عيد الموسيقى، والناس كانت مبسوطة بيهم جدا، لأن الفكرة اللي احنا عاملينها جديدة، اللي هو المزج ما بين الشعبي اللي هو المصري والموسيقى الإلكترونيك اللي هي الغربية، وده طبعا شيء جميل الناس مبهورة بيه والفكرة جديدة. أمتعت مجموعة إيجيبشن بروجيكت، وهي ثمرة تعاون بين فنانين مناصرين للتقاليد المصرية وشاب موسيقي فرنسي الجمهور الغفير الذي حضر هذه الأمسية بمزيج موسيقي يجمع بين نغمات دلتا النيل والقاهرة من جانب وأجواء الهيب هوب والإلكترو والموسيقى الكلاسيكية من جهة أخرى. هذه الليلة ستكون ليلة حفل مع جمهور غفير من الجالية المغربية والأجنبيين، لأنه هذا الحفل غادي يكون خاص، لأنه غادي يكونوا يعني الجمهور اللي غادي يكون كثير، وهو من الجمهور يعني الناس اللي عايشين معنا في المغرب فرنسيين وغيرهم. فإذا هذا الحفل مديور لهاد الناس اللي عايشين معنا في المغرب، كنرحبوا بهم بالفرقة الكبيرة بروجيكت إيجيبشن للانستيتو فرونسي، هما اللي تبرعوا على هذه الليلة، ونشكرهم كل الشكر. وستعرف فعاليات مهرجان صيف لودايا الذي تنظمه وزارة الثقافة بتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى من 24 من يوليوز إلى 2 من غشت تكريم مجموعة من الفنانين كمحمد بجدوب وفاطمة حيحيت ومحمد جبارة.